السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال يا رب العالمين، وكنتمنى لكم عواشر مبروكه تدخل عليكم بالصحه والسلامه يا ربي. وبمناسبه العيد البنات عندي لكم واحد الفكره اللي فعلا جات زوينه بزاف. مهم طاحت لي فراسي، جربتها المره الاولى ما صدقاتش معايا كيف بغيت، زدت لها واحد شويه ديال التعديلات وعطات نتيجه رائعه بزاف البنات. غادي تقولوا لي شنو هي؟ غادي نقول لكم البنات غريبه البهله من سلو. اي وحده فينا في الدار ديالها راه كيبقى لها ضروري واحد الكميه ديال السلو كتشيط لها من رمضان. فقلت علاش لا اللي ما تصوبش منها واحد الغريبه، وخصوصا مشى البال ديالي للبهله، لان تقريبا المقادير اللي كندير في البهله كيكونوا في سلو. فجاتني الفكره انني نديرها من سلو. جربتها في الاولى البنات فقط من سلو، يعني ما كنتش ضفت لها الدقيق. انا السلو ديالي البنات كندير فيه يعني الزرع، كنحمر الزرع وكنطحنو وكنضيفو. فقلت علاش لا ما نديرهاش فقط منها، يعني بالنسبه لي انا غتكون صحيه لانها من الزرع ما كاينش الدقيق الابيض. نجربها ونشوف. فخديت فقط سلو البنات، ضفت له الخميره الكيماويه، ضفت له شويه ديال الزيت الدهون باش هكا تجمع ليه، وخدمته مزيان ودرتو طاب. فالنتيجه كانت زوينه. الحاجه اللي ما عجبتنيش هو اللون، لان اللون ديال السلو بوحدو فاش دار غريبه ولا داكن، يعني اللون غماق بزاف، ما عطاش داك اللون الزويون ديال البهله. فما عجبنيش لان كلشي عندنا محمر، الدقيق براسو ديال الزرع محمر. فمنين زادت طابت في الفران يعني زادت كان اللون ديالها غماق بزاف، ما عجبنيش. عاودتها مره اخرى ودخلت عليها شويه ديال الدقيق الابيض. بقيت كندير في الدقيق حتى اللون ديال السلو يعني تفتح لينا وما بقاش يعني داكن. فزدت واحد الكميه ديال الدقيق. بطبيعه الحال فاش زدت ديك الكميه ديال الدقيق البنات اضطريت انني نزيد لها السكر ونزيد لها الزيت. انا بالنسبه ليا فاش درتها في الاول يعني بلا ما نضيف لها الدقيق الابيض كان عندها الدهون ديالها وكان عندها يعني السكر ديالها كافيها، ولكن فاش ضفت لها عاوتاني الدقيق من بعد نقص لها الحلاوه ديالها، وطبيعه الحال حتى الدهون ديالها نقصات. فكما كتشوفوا هنا عندي البنات عندي الدقيق الابيض، غادي نزيدو على حسب هاد الكميه اللي عندي هنايا ديال السلو. هنا راه عندي نص كيلو ديال السلو البنات. غادي نزيد له الدقيق الابيض حتى نحصل على ديك لا تيكستور ديال غريبه د البهله اللي بغيت انا، ما يكونش اللون داكن. وندخلوا لها شويه ديال الدقيق اللي ما طايبش، لانني كما قلت لكم جربتها في الاول فقط من سلو، كلشي فيها طايب كلشي محمر، فما عطاتنيش النتيجه اللي بغيت. فبقيت كنزيد لها في الدقيق الابيض حتى حصلت على واحد اللون اللي فاتح. وبطبيعه الحال راه القوام يعني فيها مقومه، يعني ما نحتاج نزيد لها لا نافع لا زنج لا لوز لا حتى شي حاجه. انا في السلو ديالي كنغلب دائما القوام على الدقيق كندير واحد الكميه اللي قليله، فالقوام عندي كتير ما غنحتاج نزيد لها حتى شي حاجه، لا كما قلت لكم لا نوافع لا حتى شي حاجه، فقط غادي نضيف لها الدقيق وطبيعه الحال الخماره. وإلا شفتوها يعني كاينين بعض السيدات اللي راه هما كيفضلوا يديروا يعني سلو يعني خفيف من الدهون، وكاين اللي كيزيتوه بلا قياس. فما تضيفوش الزيت حتى تعركوها مزيان، يعني تدمجوا هاد العناصر هادو بجوج. ومنين تشوفوها محتاجه الزيت وما كتجمع ليكمش عاد غادي نضيفوا واحد شويه ديال الزيت البنات. غادي ندوز دابا، غادي نبدا على بركه الله. انا طولت عليكم، عطيتكم نبذه ديال الفكره اللي جاتني وشنو بغيت ندير وهذا. غادي ندوز دابا ان شاء الله، غادي نخدموها ان شاء الله، وغادي نشوف الكميه اللي غادي. هنايا راه عندي 400 غرام ديال الدقيق، هنا نص كيلو 500 غرام، وهنا 400 غرام. غادي نضيف الدقيق شويه بشويه وغادي نشوف يعني الكميه اللي غادي ندخل، وغادي نعطيكم النتيجه شنو هي البنات. بطبيعه الحال 2 خمارات حتى هما غادي نضيفهم، وغادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ الروبو، انا المهم غادي نخدمها في الروبو البنات. اللي بغات تعركها هي بيديها ممكن تعركها بيديها. غادي نضيف القليل تقريبا هي النص ديال الكميه ديال الدقيق، غادي نضيفها وغادي نخدمها مزيان. بالنسبه للخميره ما غنضيفهاش دابا حتى نخدم مزيان هاد العناصر، عاد غادي نضيفها في اخر مرحله البنات.
من بعد ما وضعت الخليط ديالي يتخدم مزيان في الروبو البنات، غادي ضفت له واحد نص كاس ديال الزيت. يعني هو كيتخدم وانا كنت كنقلب يعني الخليط بيديا وكنشوف واش الزيت صافي يعني كافيه ولا غادي نضيف يعني شي كميه اخرى. نتوما كما كتشوفوا كنحاول انني نجمعها بيديا، فمنين كنلقى ناقصه من الزيت كنعاود نزيد ليها. بالنسبه للدقيقه البنات راني ضفت الكميه كامله، كنت كنشوف يعني اللون اللي بغيت نحصل عليه. كما قلت لكم اول مره جربتها كان اللون داكن، فمنين دخل الفران زاد اللون يعني زاد تغمق ليا، فما بغيتش نحصل على ديك النتيجه. داكشي علاش راني كملت الكميه كامله ديال الدقيق كما قلت لكم 400 غرام. كملتها كلها، وبطبيعه الحال زدت واحد الكميه ديال الزيت اضافيه، بقيت كنضيف شويه بشويه وانا كنقلب باليد ديالي حتى يعني صافي خدا الحق ديالو من الزيت. بطبيعه الحال البنات البهله راه ما كتبغيش تكون يعني ناقصه من الزيت، وفي نفس الوقت ما تكثرولهاش ما تجيش ميدمه. نتوما كتخدموا ونتوما يعني كتقلبوها بيديكم. اون فوا كتشوفوها بانها تجمعات وما كتفرتتش، صافي كتحبسوا عليها الدهون وكتبقاو تعطيوها هي العريك. يعني البهله كتبغي تخدم مزيان، هي كتطلق ديك الزيت ديالها مزيان، وداك الدقيق كيشرب ديك الزيت فكتجي زوينه البنات. ضفت كما قلت لكم الزيت، وايضا البنات ضفت واحد الكميه ديال السكر سنيده، لانني منين كملت الكميه ديال الدقيق راه بطبيعه الحال الكميه ديال السكر نقصات. فضفت انا واحد 3 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، وكل وحده تضيف الكميه ديال السكر اللي كتناسبها. من بعد ضفت الخميره الكيماويه كما قلت لكم عندي 2 ديال لي ساشي، وكملت يعني الخدمه ديال الخليط ديالي مزيان حتى تعرك مزيان. وحيدته من بعد البنات ودزت يعني كان نكور فيه. بالنسبه للوزن ديال كل بهله او كل كره درت كان تقريبا 30 غرام 32 غرام. انا بالنسبه لي ما كنبغيش يعني الغريبه عموما تكون صغيره، لان الغريبه كتبغي تكون كبيره وهمه وهي عاطيه للعين، فما تصغروهاش اكثر من القياس، وفي نفس الوقت ما تكونش كبيره عاوتاني بزاف. فكما قلت لكم انا درت فيها 30 غرام. غادي نكمل الكميه ديال الخليط اللي عندي كامل، غادي ندخلها بطبيعه الحال الفران. بالنسبه للفران البنات يعني ضروري ما انكم تسخنوه مزيان من قبل. بالنسبه للطياب ديالها يعني طيب من الفوق حتى كتشقق مزيان وكتشوفوها يعني تفقعات مزيان، عاد كتشعلوا ليها العافيه من التحت. ومنين تخرجوها من الفران ما تقيسوهاش حتى تبرد لانها كتفرتت. وانتم كما كتشوفوا انا صورت لكم هذا المقطع وهي في وسط الفران باش تشوفوا يعني كيفاش تفقعات. جات ما شاء الله يعني زوينه بزاف مشققه كما كتشوفوا، والمذاق ديالها يعني جا زوين. المهم بحال الا كناكلوا يعني سلو على شكل غريب هاد البهله لذيذه بزاف وهكا، يعني حتى حاجه ما كتضيع، وكنستغلوا اي حاجه كتشيط لينا ما كنضيعوهاش. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وكنتمنى ان شاء الله الا عجبتكم الفكره تبارطاجيوها مع ناس يعني اخرين باش هكايا تعم الفائده. وغادي نخليكم في حفظ الله ورعايته. الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.